تعالوا النهاردة كده نعمل وصفة لذيذة وسهلة وحلوة جدا جدا. هنعمل النهاردة فطاير بطاطس، ايوه فطاير بالبطاطس والزعتر والجبنة كده محشية جبنة موتزاريلا، حاجة كده طعم خطير وكريسبي من بره. شايفين بقى شكلها من جوه حلوة جدا. يلا نروح على الوصفة ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة معايا هنا 5 بطاطسيات متقطعين ومتقشرين، طبعا متقطعين قطع صغيرة. وبعدين هجيب حلة تكون بتغلي، هنزل بالبطاطس بتاعتي لغايه ما تتسلق معايا، وبعدين هصفيها وهجيبها كده في بوله واستنى عليها اما تبرد شويه وابدا اهرسها كويس جدا. اهم حاجه البطاطس بعد ما تبرد تهرسيها كويس جدا وما تخليش فيها اي قطع علشان تبقى ناعمه. وهنضيف هنا بقى نص معلقه كده من الزعتر، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الفلفل، وكمان ضفت عليها معلقه كبيره من الملح. تمام. بس انصحك بقى نصيحة اني ما تضيفيش التوابل كتير علشان ما تغمقش البطاطس معاكي، لان انا زاد معايا التوابل فغمقت شوية. اهم حاجة ان البطاطس تبقى محتفظة بلونها. شايفين بعد كده بقى هقلبها كويس جدا لغايه ما بقى شكلها كده. هضيف عليها بقى المكون اللي هيمسك البطاطس مش هيخليها تفك معاكي، اللي هو 3 معالق نشا كبار. تمام كده، 3 معالق نشا اللي هم بتاع الاكل العادي خالص. وهنقلب بقى العجينه كويس جدا، نعجنها كده لغايه اما تلم معايا واعرف اشكلها كويس، وكمان النشا مش هتخليها تفك معاكي وهتطلع معاكي كريسبي. شايفين ده شكل العجينه اهو. بعد ما عجناها كده هبدا بقى اخد قطعه من العجينه افردها بقى كده بالشكل ده، وبعدين هحشيها بقى بالموتزاريلا. طبعا تفرديها كويس علشان تحشيها، وبعدين بقى هتلمي البطاطس كده من الجناب وتقفلي على الجبنة كويس. شايفين بالشكل ده. اهم حاجة تقفلي البطاطس كويس علشان ما تبقاش باينة فيها الجبنة، وكمان اول ما تبدأي تسويها في الطاسة ما تتحرقش معاكي الجبنة لو هي باينة من بره. شايفين هو ده الشكل اللي احنا محتاجينه بالظبط كده. هنعمل بقى واحدة تانية كمان قدامكم اهو. هناخد القطعة كده ونفردها ونحشيها بالجبنة اهو كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا احنا ولا هنحطها في البيض ولا بقسماط ولا اي حاجة خالص، على طول هنقليها بعد كده عشان تبقى كريسبي، مش هنحتاج ان احنا نحطها في بيض ولا بقسماط. عايزه اقول لكم الوصفه دي حلوه جدا جدا، لذيذه كده مع حبه جرجير كمان هتبقى تحفه في الساندوتشات. شايفين اهو. هجيب بقى الطاسه عندي سخنه فيها حبه زيت كده قليلين مش كتير يعني، وهبدا بقى انزل بالفطاير بتاعتي اللي انا عاملاها كده اهو. طبعا اهم حاجه الزيت يكون سخن ما يكونش بارد علشان ما تفكش معاكي. شايفه بالشكل ده. هبدأ بقى كده ارص الكمية على قد الطاسة اللي انا هقلي فيها. طبعا ما ينفعش في المرحلة دي اقلب البطاطس خالص لغاية اما تاخد لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتبقى الطبقة كده خلاص شدت معايا. هبدأ اقلبها على الجنب التاني اهو بالشكل ده. وبعدين بقى كل شوية كده هقلبها لغاية اما تاخد اللون الذهبي كده من كل الاتجاهات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بقى كده هتبقى جاهزة. شايفين بقى الطبقة اللي من فوق كريسبي ازاي، شايفين من غير اي حاجة خالص عليها. هبدأ بقى كده اصفيها على مناديل مطبخ، وبعدين هجيب طبق التقديم هحط فيه كده حبة بقدونس او كزبرة مفرومين ناعم. وبعدين هبدأ بقى ارص البطاطس بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم الوصفه دي حلوه جدا جدا، وكمان مش مكلفه ولا اي حاجه، وطعمها بقى خطير. شايفين بقى ده شكل الطبق بتاعي بقى، شايفين الجمال. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك والشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.